عفرين دست سر جي دولتي نوزتي ما هي بشتي وشان لا عفرين دست بيكر بيرانينا وشهيدين كو كروي شو ليش اللي تشيلون الشخص اللي هو الجيران هو مش هو القريب قالك خبط بالتنسل ملك يعني هم وكا خبطي بيشنتي جن آفر ماندارتي ودما دروجاوا دا جي آلوزي چيبون روشين شر چيبو غاري خدا روجاوي كردستاني يعني أساس وكا جنكي لهمو قادم خبط داي مشاندن هاري داوي يعني أفصالك أم لسر شهادة الخارجية مدر باستن تاوي جبوما بلكي نشهيدين داوينا ونا إذا سبيكي نجي حتى كو أبدا غركري هبي وبدل جي هبي أول جيان جيجبو براستي جيجبو ودا غركري بشكينه الشخص خدا حمو فداكاري كر مثلا چه حمله که روجاوا نبو خیلی نبوده يعني هذا كو يعني نتناجن هذا كو إنسانية دبن تاريخي ده دهشت يعني روح وهذا الشهيد أبا يعني روناهي دكي وتاريخ دشكينه ببيتك هذا الجيان جي براستي وك فرماندارك مية بجي يعني أم خمجين وك صار بجرا ودا أم ببيرتين أما جبوما بهذا جيكو أم ود شوكين يعني أم وك جسدي وك فيزيك أم دبين أهوال نالجمن أما آلي روحي دا آلي فكري دا آليين رنگو وهيجانا كلاجانا ويكو بارد جبينا چه بوي دا جيه لبر چابي ما يعني هم كلاجانا وي هم آخافتني وي در حق جنان دا در حق آزادی دا در حق پیشروجه کی آزاد جبو گلی کرد همو گلان يعني اول جمله تمی سوریان دا بگره اشور دا بگره ترکمن دا بگره عرب دا بگره همو گل همیز دکرم براست يعني دوی معنی دا يعني خودی در کتنا الشهیده ام وکه یا پجیجی تبی و ارکی دگرن سر ملخان باره هوال جیان هوال روش هوال بارین هزاران شهیده کوچه بود تاني ما هو تيرمه بلندس جبو دو ما هو تيرمه هذا بحزارة شهيد مدى. دوی معنی دا ایدی جبوکو ام خوبی الوان درکن به هوال الوکه و یکود ناف تفگری دا ناف ریخستنی دا جی دگرن. ام وکه یه پجیجی يعني حتی دایی پشت گریا بید کن. بیخواستن پاراستن، بیخواستن ریخستن، بیخواستن به هفدورا جبو نتاو و یکیتیا گران جبو همو جنوارن جم هفدو بیخواستن بدل گران ترجی امین. يعني دوی معنی دا ام فرقی دانن يعني هر امگاب داویجن یا پجر روله که خواهی چوا هیا طبی شخصیتی وکه اول جیان هوال روش هوال باریجی ده زیده تر هیز ددن مکو ام هین زیده تر بسر ایرشی کل برانبری من چه دادو دارن هری داوی لقامی شلود شخصی هوال یسرا دا هوال ریحان دا ایرشا کچه بو ایرشا سرمایه يعني سر آخمه سر بدن مایر يعني ارا جي كمينه يعني ما دبي صالة ده قال لك شهيد دار يعني بلكي هما أفصال درباس بي حتى رجع إلو أمر يعني بهجمارة كي شهيد ما تشيبون فبي جبو بير آنين بان شهيدنا وجبو كأم بهدورة ده هذي ده تر آرمان جي مازم بكن جبو براستي أم باش خزمت بكن باش ببن بيشين جيبه يعني أم جبو كوية بجي أم بباوري دان يعني أمي خودي بيدار كدن وقف إرادة أبهز أبري خستنا ما هيك براستي أم حتى كونجي دكارن لبر خابدن أم بري خستن كرينه يعني تاجر كريجي وبلكي ويجي دشوبينن يعني بقاسي زرايا كيجي فرصة نادك وأم نفس آزادية بقر. يعني شقاسي جنانا جنبو بالصالة سيستنا كي دستلا داري شمندي أو بزر بيجبا كل شخص يجري هذا بكرن أب شمندي جنا ديروك أخلا ناس نذكر دنا بيش ورشة هر كس إيدي خلاص كل هر جنا كي لخواد قرر مثلا شقاسي أو هيزا ويابو بشارتي والهندري نبينا شارتي مرة كيلو رود بركت وبأوايا كي هر كباري دد دور أخوات ولين بيترجي قاضي دتكل شخو اختبو شهادة شيء بين هيزا ما بيترفض يعني أم إنسانة فيزيكي وندا بكل لي آلية روحي راستي تمشي هذا الدنيا هذا هرتم د بناكرنا زاروكا أم وادي سازندي لكن أم بإصرار إنه أف روحايا نعمة ويزندي بحطني
داویش خواهی شی دشمنی بیتر هارد که این بیتر صور که جبر عرش دشمن دی هجاندن سیستم دستهلاتر دین هجاندن رو می‌هجی حتی جی بیوی هودانی هبون آخوا و ماینده بون آخوا وی بده مشاندن لی آمه این بیتر يعني بحزار صلاة استماتي سنة مشاهدين يميلوا مثلا شورش على رجابات صلاة يازداي ميراثكي بيقومان تشيروا حركة آزادي حتى من رجائي يعني ميراثكي داعية في تناغى في شورش الوجيه كتير والرجعية والمتطرفة قلت لها اللي ما عنده فكر ما يقدر يقاوم. الموضوع فكري بالدرجة الأولى. بعدين هالفكر بيخليك تواجهي أصعب المراحل. قلت أنتم بحاجة لموضوع يعني أنتم بمواضيع إيديولوجية تحرر المرأة بكثير من المواضيع لازم تقوي حالك. العسكري بتيجي وحدة من مواضيع الحماية اللي بتكون بالمنطقة، لأنه نحن عم نشوف اليوم الحرب الخاصة اللي عم تصير على المنطقة مخاطرها أكبر من الحرب الهجومية يعني على منطقتنا. فاللي ما عنده وعي كافي ما يقدر يقاوم ويواجه المخاطر. فبهالمناسبة نحن كدبلوماسية إنه كجكي بلشت بحملة لمساندة نساء شنغال وأفغانستان. نحن بدورنا يعني كنا حابين من يبرشي إنه فيديو دعم مثلا، يعني مثلا بدنا نعمل شوية دعم من المنطقة للنساء. فإذا كان بالإمكان يعني طلب لا يعني لا يعني الموضوع يعني بدنا نحن كمان بيروج آباء نساند الحملة يعني كون 3 آب. الاتحاد السوفيتي اللي حاول شوي فترة من الفترات حاول شوي يتقي من ناحية الدراسة والجامعة، لكن بعدها تماما صار في فكر معاكس تماما، وصار لهم أكثر من 30 سنة عايشين، حوالي 30 سنة عايشين بمرحلة ما بعد يعني مو بس قبل التخلف. فبعدين في عندهم مشكلة القضية. هلا نحن هون في عندنا قضية مكونات، قضية قومية كانت تدافع وكمان كان في رديف لها قضية المرأة. هنيك في قضية الصراع الديني، الصراع الطائفي، الصراع الديني والطائفي صار كثير. يعني عمليا كل محاولة للتحرر مباشرة بترجموها هي يعني معناتها تمرد على الدين، تمرد على العادات والتقاليد الدينية أو الطائفية أو تمرد على الله. فهالقصص هاي كلها كثير عم تضاعف. طبعا هن اكيد في حاجه كثير لقدرات كثير كبيره. يمكن انه بالفعل هن حاليا بحاجه للدعم يمكن باكثر مراحل على الاقل. يعني احنا كان في مثلا هلا بدنا لازم اول شيء نتخلص، هن كمان يتخلصوا من هالفكره المجتمع اللي كل اخذها عليه، حتى كمان المجتمع اللي حولن واللي يرغب انه يقدر يساعدن. هن كمان لازم يشتغلون على حالهم كثير، لازم يعملون مناورات كثير، حتى اذا صار اغتيالات من قبل ما نحن كمان هون بشمال وشرق سوريا نساء كثير تعرضت للاغتيالات وللاهانات وللاغتصاب، ويعني تجاوزنا هالامور كلياتها. بس الشعب الافغاني مشكلته اكبر من مشاكلنا بكثير صراحه. يعني في عندهم مشكله، لا عندهم معارضه، لا عندهم يعني ما عندهم جبهه واحده فقط، ويعتمدون على الحزب الواحد بافغانستان. ما عندنا هالنظريه. يعني حتى لما تشوفين شعب افغاني طالعين لزيه كمان، حتى زيه كمان ما يعطيكي نوع من التطور انه خرج انت تتعاملي معه. يمكن اقليه موجوده اللي هن يقدرون يفهمون هذا الفكر، لانه الفكر الافغاني مشكله بده تحرر كثير. بدهم يستفادوا من التجربه. ايه فهمتوا عليكي. فهمتوا عليكي.